في خطوة فريدة من نوعها رفع الأذان في ملعب ستانفورد بريدج معقل نادي تشيلسي اللندني. كما حضر مئات المسلمين الإفطار، الأمر لاقى استحسانا لدى الكثيرين. جاء ذلك تزامنا مع قرار لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ويقضي بتسهيل إفطار اللاعبين المسلمين الصائمين في شهر رمضان أثناء المباريات المتزامنة مع أذان المغرب. إلا أن الحال لدى الجارة فرنسا على النقيض تماما، فقد نهى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الحكام، نهاهم عن إيقاف المباريات للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار خلال شهر رمضان. وجاء في رسالة الاتحاد إنه تم لفت انتباه الاتحاد لظاهرة توقف المباريات بعد الإفطار في رمضان، والتي لا تتوافق هذه الانقطاعات مع أحكام قوانين الاتحاد الفيدرالي لكرة القدم. في ذات السياق قال رئيس اللجنة الاتحادية للحكام في الاتحاد إريك بورغيني إن الفكرة هي أن هناك وقتا لكل شيء، وقت لممارسة الرياضة ووقت لممارسة المرء لدينه. قرار عنصري، هكذا اعتبر كثيرون على السوشيال ميديا قرار الاتحاد الفرنسي. مثلا هنا هذه التغريدة الأولى من حساب الجهبذ: عادي اللاعب المسلم يستأذن الحكم دقيقة، يأكل تمرة ويشرب له موية أو عصير ويرجع يدخل، ما وقفت عليهم ونظامهم العنصري. تغريدة أخرى هنا من مدام كلوركس، أو هذا الحساب لمدام كلوركس: بكأس العالم في قطر أزعجونا بحقوق الإنسان والحرية والحين قاعدين ينقضون كلامهم. تغريدة أخرى من نديم: وهل من القيم أنك تشوف إنسان عطشان وما تعطيه يشرب بغض النظر عن معتقداته؟ حساب آخر أنوجي: معليش يعني بس يقدرون يفطرون بين الشوطين، يعني متحملين طول اليوم ومو قادرين يصبرون نص ساعة. صالح أخيرا يقول في هذه التغريدة: لن تصبحوا البريمير ليج أبدا، الحين عرفت ليش الناس فرحت بخسارتكم لكأس العالم. إلى جانب ذلك عبر مغردون آخرون عن انتقادهم للقرار الفرنسي بطريقة أخرى. كيف ذلك؟ بالشماتة، وذلك بنشر صور لليونيل ميسي كنوع من الاستفزاز بسبب دور كابتن المنتخب في المنتخب الأرجنتيني في فوز بلاده في كأس العالم على حساب فرنسا. هذه بعض من الصور المدرجة تعليقا على منشور على حساب الاتحاد الفرنسي لكرة القدم. جماهير باريس سان جيرمان نددت أيضا بقرار الاتحاد الفرنسي، فرفع مشجعون لافتة كتب عليها تمرة وكوب ماء كابوس الاتحاد الفرنسي. جاء ذلك قبيل انطلاق مباراة باريس واليوم. في ساحة أوروبية أخرى تفاعل كثيرون مع لحظة إفطار اللاعب المغربي سفيان مرابط أثناء مباراة فريقه فيورنتينا مقابل انتر ميلان في الدوري الإيطالي. وسائل إعلام إيطالية قالت إن لاعب فيورنتينا لوكا رانيري ادعى الإصابة وطلب الطاقم الطبي للتدخل مع حلول المغرب. هذا ما سمح لزميله المغربي سفيان بتناول موزة وشرب الماء بسرعة للإفطار. الله يتقبل. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب والاشتراك في